ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي حبينا بقى نعمل مع بعض كيكة البرتقال بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقولك على سر هيطلعها معاكي هشة جدا وطرية وحاجة كده في منتهى الجمال. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع معاكي بصوا زي ما انتوا شايفين كده لون وطعم وكمان ريحة حلوة جدا. بصوا الفراغات يا حبايبي من درجة الهشاشان بتاعها حاجة كده اللهم بارك بجد في جمالها. طريقتها سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت. تقدري بعد الفيديو ده تقومي وتطبقيها على طول بكل سهولة لأولادك. أولادك هيحبوها جدا لو عملتيها بالطريقة دي. تعالوا مع بعض نشوف المقادير ومكونات بتاعة الكيك بتاعنا. أول حاجة هنسمي بسم الله. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معايا كوباية من الحليب البارد، معايا كوباية من الزيت وحابة تضيفي بداله سمنة او زبدة، معايا كوباية من السكر، معايا كيسين من الفانيليا، او لو عندك الفانيليا اللي هي السايلة تمام بتقدري تضيفيها زي ما قلنا المتوفر عندك بنستخدمه، معلقة من عصير البرتقال، والعصير ده نوعه فروتي بيخلي لونها حلو جدا. هبتدي بقى اجيب المضرب بتاعي واضربه كده على سرعة متوسطة، وبعد كده هعلي السرعة بتاعتي تدريجيا لحد ما الاقي ان الخليط بتاعي ابتدى يتجانس مع بعضه، كل المكونات دخلت في بعضها. وده بقى المكون السحري بتاعنا، معلقة من الخل. بعد كده هبتدي بقى اقلبها في بعضها لحد ما الاقي المكونات دخلت مع بعضها. هجيب كوبايتين من الدقيق ويكونوا منخولين طبعا، وزي ما قلت لكم الكوبايه المعياريه لازم تكون كوبايه معياريه بنعاير بيها كل المكونات. هجيب بقى كيس كيك شيف. لو مش عندك كيك شيف تقدري تستبدليه ببيكنج باودر. هحط رشه من الملح وهبتدي اقلب الخليط ده مع بعضه لحد ما يبتدي الدقيق يختفي تماما من الخليط بتاعي ويبقى لونه كله لون واحد. طبعا لو انت حابه تضربيه في الخلاط، لو مش عندك مضرب كهربائي تمام، لو حابه تعمليه بالمضرب اليدوي كله برضو متاح وتقدري تعمليها، مفيش اي صعوبة معانا. كده حبايبي خلاص بقى الدقيق اختفى تماما وكل حاجة دخلت مع بعضها اهو، مفيش بقى تكتلات ولا في دقيق باين. هبتدي بقى اجيب صينية واكون دهناها كده بسمنة ومعفراها بالدقيق. الصينية دي مقاس 24 عشان تطلع معانا عالية، لو حباها اقل من كده بنكبر الصينية شوية. بصوا السمك وبصوا الجمال بتاع الكيك نازل ازاي. كده حبايبي خلاص بقى صبينا الكيك في قلب الصينيه. هبتدي كده ادبها دبتين عشان كل الخليط بتاعي يكون متساوي في قلب الصينيه، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. دخلناها على الحراره، على درجه حراره الفرن 180 درجه على الرف الوسطاني، وهتاخد معاكي بالظبط 30 دقيقة وهتطلع بمنتهى الجمال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده هشة جدا وطرية، وهتقدري تقطعيها بكل سهولة. بعد ما تهدى تقدري تشربيها مع كوباية شاي بلبن، او مع كوباية شاي، او مع كوباية بيبس. يعني حاجة كده تناسب كل حاجة بتحبيها تناسبك، سواء ده او ده تمشي معاكي مع كل حاجة تحبي تشربيها معاها. حاجة طعمها حلو جدا. تقدري تعمليها بكل سهولة. بكده يا حبايبي تكون الوصفة بتاعتنا خلصت. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش باللايك حلو والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكوا كل جديد من فيديوهاتي ووصفاتي، واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام.